مرحبا، راح اعطيكم طريقة تساعدكم على الحفظ. هسه احنا امتحانات للي سادس عنده احياء وغير مواد، او بالكلية المادة الحفظية، ما دا اتكلم لا فيزياء ولا رياضيات، حفظ. لو قلت لك هسه عدد معايا هذه السبع كلمات التالية وشرط بالتسلسل: حلزون، ريشة، مضيفة طيران، دقمة، حمرة، مجذاف، وتفاحة. راح تشوف صعوبة كلش انه تحفظها، لان الكلمات ما مترابطة، لان الكلمات ما لها علاقة شيء بشيء. طيب شنو الحل؟ ايش راح نسوي؟ يا اما راح تجبر نفسك انه تحفظها لان مهمه وممكن تجي بالامتحان، فايش راح اسوي؟ حلزون، ريشه، مضيفه طيران، كذا كذا كذا. هذه شغلت الشورت ميموري او الذاكره القصيره، بالامتحان راح تروح تماما لان ما حولتها على الذاكره طويله الامد وراح تنسى كل الكلام. طيب شنو الحل؟ الحل انه نحولها الى ذاكره صوريه. شلون؟ تخيلوا وياي هذا المشهد التالي: حلزون مسكين حباب دا يمشي، واجا نسر، النسر شبيه بريشه، اخذ اخذ الحلزون وطار بيه لفوق. حلزون وريشه، فوق شكو؟ طائره، الطائره شبيها مضيفه طيران. تخيلوها تدقم الدقمه وتحط الحمره حتى تطلع الى الركاب، بعدين بوف انفجرت الطائره ووقعت المضيفه بالقارب اللي بيه مجداف. بعدين جاعت، بطنها قامت تتوسوس وتقرقر وشافت تفاحه، اخذتها واكلتها. راح يصير الحفظ سهل. عيدوا ورايا: حلزون، ريشه، مضيفه طيران، دقمه، حمره، مجذاف، وتفاحه. لذلك اي شيء تريد تحفظه حوله الى صوره، الى ذي صوره او مخطط هو خاص بي كان بها. اذا ما كان بي انت تخيل له صوره او رسمه مشهد فيلم في ذهنك راح تحفظه. كل الموفق، هي احبكم هوايه.